ده كان بيبي عملاق، بس عشان يلبس له البامبرز كان محتاج 5 أشخاص يساعدوه و9 عشان يقدروا يحيكوا له شراب واحد بس. أكله كان رهيب، وحتى الببرونة كان لازم 2 رجالة أقوياء يمسكوها له. ولما كبر شوية وبقى في سن المدرسة حجمه ما كانش يسمح له يقعد جوه الفصل، فكان بيقعد بره. بس رغم كده كل مرة المدرسة تسأل سؤال هو اللي كان بيرد أول واحد. الأطفال التانيين ما كانوش بيضايقوه، بالعكس كانوا بيلعبوا معاه، وكان بيستغل طوله في ألعاب غطس معاهم. في يوم صياد إداه فأس عملاقة. العملاق كان فرحان جدا وقرر يدخل الغابة ويبدأ يقطع الشجر، وفعلا كان بيقطع الأشجار بسهولة كأنه بيقطع خضار. الجرويين استفادوا منه جدا وبنوا بيوت صغيرة وحسنوا حياتهم بفضله. لكن في يوم جه تاجر على القرية وكان بيتفاخر إن المنشار بتاعه يقدر يعمل شغل 100 راجل بيقطعوا شجر. العملاق ما عجبوش الكلام ده خالص وقرر يتحداه عشان يثبت إنه الأقوى، واللي هيخسر لازم يسيب الأرض. بعد 3 أيام بدأت المسابقة. الاتنين بدأوا يشتغلوا بحماس شديد. التاجر بسرعة ملأ عربة قطار بخشب كتير، وكان باين الفرق بين الأدوات القديمة والحديثة. بس العملاق ما استسلمش وكمل بكل قوته لحد ما الاتنين سابوا وراهم طريق متعرج جوه الغابة. ولما خلص التحدي جم الحكام يقيسوا الخشب. كومة العملاق كانت 13 متر وكل الناس افتكروا إنه كسب، لكن لما قاسوا كومة التاجر طلعت 14 متر، فرق متر واحد بس، لكنه كان كفاية عشان يخسر العملاق. العملاق اضطر يسيب الغابة واختفى بعد ما كان سبب في خير كبير للناس. وكانت دي قصة بتعلم إن التكنولوجيا هي القوة الحقيقية اللي بتحرك الإنتاج.